جورجيت برصومة، مسؤولة الاتحاد النسائي السرياني فرع القامشلي. الشعب السرياني الآشوري الكلداني من الشعوب القديمة والحضارات القديمة الموجودة في المنطقة، ما يقارب 8000 سنة. أسس حضارات قوية وحضارات كان لها دور كبير على رفض جميع الحضارات التي تشكلت في المنطقة، وأسس ولايات ودويلات وإمارات وإمبراطوريات كبيرة. ولكن عبر السنين ونتيجة الحروب ونتيجة التكوينات اللي حدثت في تعاقب التاريخ كان لها أثر كبير على تقليص هالإمارات، وقد انتهت بعض هذه الدويلات والإمارات. وجودنا نحن كسريان آشوريين كلدان أبناء حضارة تاريخية قديمة أصيلة في المنطقة، لابد أن يكون لنا أيضا حقوق ويكون لنا أولوية في بعض الأمور، خاصة بما يخص وجودنا كشعب أصيل في المنطقة. هذا التهميش أكيد ممنهج ومدروس لأسباب قد تكون سياسية أغلبها، وأيضا قد تكون أسباب ممنهجة ضد شعوب المنطقة وخاصة شعوب ذات الحضارات العريقة. بما أنه قلنا أنه الشعب السرياني الآشوري الكلداني هو شعب حضارة عريقة وأصيلة في المنطقة، فهو يتميز بثقافة خاصة وله لغة وتاريخ وجغرافيا ومقومات تجمع هذا الشعب. لكن نتيجة الأنظمة التي تشكلت في المنطقة، ذات الفكر الواحد، ذات الحزب الواحد، ذات اللغة الواحدة، كان أكثر تأثيراً على الشعوب الأخرى الموجودة في المنطقة، مثل الشعب الكردي والشعب السرياني الآشوري الكلداني والشعوب الأخرى التي تعرضت للظلم نتيجة نتيجة هذه السياسة وهذا المنهج الذي يطبق عليها. فنحن كشعب سرياني تهمشت قوميتنا مثل بقية الشعوب، ولم يعد يعترف فينا كشعب سرياني أو آشوري كلداني. يعني أصبحنا مكون بديانة خاصة، قولبونا ضمن ديانة مسيحية، بينما عربنا بشكل ممنهج وبسياسة نظام القومي ذات الفكر الواحد، وهذا كان له دور كبير وتأثير أكبر على شعبنا ليتهجر ويغادر المنطقة إلى مناطق أكثر استقراراً وأماناً وأكثر حرية بشكل خاص. طبعا ثورة المرأة من أعظم الثورات التي حدثت في المنطقة، وكانت الباب والمنفذ أيضا لجميع الشعوب منها الشعب السرياني الكلداني الآشوري لكي يخرج من القوقعة التي وضع فيها وأجبر أن يكون فيها، لتعبر هذه المكونات عن إرادتها، عن حريتها، عن فكرها، عن ثقافتها، ومنها المرأة. بما أنها سميت المرأة ثورة المرأة، فكان للمرأة السريانية أيضا دور لتكون من الصفوف الأولى بالتكاتف مع النساء في المكونات الأخرى الكردي والعربي وغيرها من المكونات، لتدافع عن حقوقها وحقوق شعبها ومجتمعها وحقوق مكوناتها، لتدافع عن حقها كمرأة. فالمرأة السريانية أثبتت أنها ذات تاريخ وحضارة من خلال هذه الثورة، لأنها تملك مقومات وأساس متين حتى تستطيع أن تثبت نفسها. فخلال الثورة نهضت من أول ونهضت من جديد كامرأة قوية، أثبتت ذاتها ودافعت عن نفسها لكي يكون لها وجود وإرادة في خلال هذه الثورة، ليكون لها وجود وإرادة في المجتمع وأيضا في المنطقة كاملا. خلال هذه الثورة نظمت المرأة السريانية نفسها. طبعا تنظيم، لما أحكي على المرأة السريانية أنا لا أفصل بقية المكونات، لكن كمرأة سريانية لها خصوصيتها لأنها بقت فترة طويلة مقوقعة ومقولبة وضمن قالب صغير جدا اللي هو الدين، كامرأة مسيحية فقط.
كانت كل همها أو كل ما تستطيع أن تمارسه هي الطقوس الدينية داخل الكنيسة. أما الطقوس القومية والطقوس الوطنية والطقوس الشعبية الخاصة كمكون سرياني كانت كثير بعيدة عنها. حتى الفكر السياسي كانت مجبرة أن لا تخوض هذا المجال، لأنها خوفا على نفسها، خوفا على أسرتها، لأنها ممنوعة ومقموعة أن تمارس هذا المجال. فخلال هذه الثورة وبعد أن نهضت المرأة السريانية استطاعت أن تنظم نفسها وتشكل مؤسسات، ومنها الاتحاد النسائي السرياني الذي هو صوت المرأة السريانية. فشكلت هذه المؤسسات وعبر عن إرادتها وعن فكرها وثقافتها، واستطاعت أن تجذب الكثير من النساء السريانيات في المجتمع لتدمجهم ضمن هذا التنظيم، وتشكل لجان. هذه اللجان اجتماعية وثقافية وسياسية وفكرية تنهض بمجتمعها، تنهض بكل السريان الموجودين في المنطقة نحو حقوقهم وواجباتهم، ونحو تطور نفسهم فكريا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، وأن يكونوا فعالين في المجتمع وفعالين في المنطقة التي يعيشون فيها، ويكونوا دائما ذات بصمة إيجابية في كل أعمالهم من أجل أن يتميز هذا الشعب بحضارة وفكر خاص. طبعا بالتوافق ضمن بعد تشكل الإدارة الذاتية من مكونات المنطقة، تم التوافق أنه كل مكون يكون له خصوصية ضمن وجودنا، فخصصنا بمقاعد خاصة كمكون سرياني في المجلس التشريعي أو غيرها من المجالس الناحية، المجالس المقاطعة، غيرها من المؤسسات. طبعا كان لنا دور كاتحاد نسائي كاتحاد سرياني أن نرفد هذه الكراسي بناس ذات إمكانيات، عندهم خبرة، أو اشتغلنا عليهم حتى يصبحون جاهزين ليستلموا هذه المقاعد. في بداية أكيد كان في صعوبة، لم يأتي الأمر بسهولة، لكن نتيجة وجود واختلاط ونتيجة أنه المرأة عندها رغبة أنه تتطور أثبتوا نفسهم، وكان في كل المجالات المرأة السريانية موجودة وبصوتها قوي، وأثبتت نفسها من خلال فعالياتها ونشاطها ومن خلال تطوير نفسها دائما. وطبعا هذا بقبول إيجابي أيضا من كل المكونات الموجودين في المجالس الإدارية والمؤسسات، لأنه نحن وإن قلنا كمكون سرياني ولكن لا نفصل حالنا عن رغبات وأيضا ما تطلبه خاصة المرأة من المكونات الأخرى. نحن دائما متكاتفين، وطلبنا واحد وإرادتنا واحدة وفكرنا واحد، وما نهدف إليه هو قضية المرأة قضية واحدة، وقضية المكونات أيضا هي قضية واحدة. فلا نميز بين مكون ومكون وبين نوع ونوع أو إثنية وإثنية، إنما طلبنا هو واحد، ولكن أعطينا خصوصية تميز كل مكون أو كل إثنية حتى يظهر حضارته، حتى يظهر إرادته، حتى يظهر فكره وثقافته. أيضا وجود المرأة في السريانية في الإدارة الذاتية هذا نوع من التميز اللي ظهرت فيه المرأة السريانية بعد فترة جمود طويلة من السنين اللي ابتعدت فيها عن العمل السياسي، العمل الاقتصادي، العمل حتى الاجتماعي. صح هناك حقوق حصلت عليها المرأة السريانية كمسيحية ضمن حقوق خاصة بالكنيسة بالقانون المدني الخاص بالكنائس، ولكن كانت أيضا مقولبة ومضغوط عليها بعادات وتقاليد مجتمعية عامة، وإن كان ضمن كمكون كان عندنا الكثير من التحرر في بعض العادات والتقاليد، ولكن كمجتمع كان لابد أن تتقيد فيه. فدراسيا حتى على مجال العمل، حتى على مجال السفر، حتى على مجال العلاقات كان هناك بعض التقيدات اللي تقيدت فيها كامرأة، ولكن خلال وجودها بالإدارة الذاتية وعملها بالإدارة الذاتية استطاعت أن تخرج حتى من هذه القوالب وأصبحت امرأة مميزة. فأصبح عندنا السياسيات وعندنا المسؤولات وعندنا الرئاسة المشتركة وعندنا النائبات وعندنا الموظفات،
ذات ثقافة عالية، ذات بصمات جيدة، وخاصة المرأة السريانية لما أصبحت سياسية ودبلوماسية أظهرت ثقافتها بفعل قوي كامرأة ذات إرادة قوية جبارة وأساس متين ينبع من تاريخها العظيم.